طيب لو رجعت الايام تاني ورجعنا لشهر ديسمبر 2010، هتعملي نفس اللي عملتيه بكل الخطوات ولا هتعدلي حاجه؟ لا، هعمل كل حاجه بنفس بنفس الخطوات؟ نفس الخطوات. بكل اللي انت بتشوفيه لحد النهارده هتعملي نفس اللي عملتيه تاني؟ حاجات هنبقى بقى واخدين بالنا منها. زي ايه بقى؟ زي ان احنا نبقى اوعى. يعني انا دايما بقعد اقول في حاجات كتير قوي لو كانت عدت علينا، بس احنا كنا فعلا صغيرين وخبرتنا كانت قليله وما كناش. يعني انا هقول لك على حاجه، احنا اول مره قابلنا فيها المجلس العسكري اتسالنا، يعني الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قعد معانا وكل واحد فينا بيقول لنا عايز بقى تمسك وزاره ايه. كنا طول الوقت بنقول ما مش عايزين نمسك مناصب، احنا مش بتوع مناصب، احنا عايزين نشيل نظام فاسد ونهيئ للي جاي انه ناس محترمه هم اللي يمسكوه. كان يقول لا، الناس اللي بتعمل ثوره اي حد في التاريخ، الثوره لازم تحكم، الثوره لازم تحكم، وانتوا اللي عملتوا الثوره لازم تحكموا. قلنا وقتها احنا مش احنا بس اللي عملنا، احنا كتير قوي، فاحنا مش عايزين نحكم. فقعد يضرب كف على كف ازاي يعني. وجاي حد عندي قال لي انت مش عايزه تمسكي وزاره؟ قلت له حضرتك عارف انا عندي كام سنه؟ خبرتي ايه؟ بقدر انا لو مسكتني وزاره انا هوقع البلد. حضرتك اعتبرنا عساكر او جنود عندك، واحنا خدامين عند البلد دي. كلنا تقريبا كنا بنقول نفس الكلام، وكنا عندنا ثقه فيهم، اللي هو احنا عايزين نحط دستور، نعمل بقى دستور من الاول وتاريخ من يعني قوانين علشان نضمن انه اي حد يقدر يمسك. يعني هي مش ملك لحد، مش وزير هيجي انا هعمل اللي انا عايزه فالوزير اللي بعده، لا احنا عايزين نظام كامل نهيئ فيه اللي هيمسكه ده هيمشي ازاي بقى زي ما الكتاب بيقول. ده كان كل املنا. لكن احنا نمسك، لا احنا مش مهيئين خالص دلوقتي ان احنا نمسك حاجه. فكانوا طول الوقت مستغربين، بس مسكنا معاهم شويه الفتره الانتقاليه. كنا طول الوقت بنقول لهم ايه اللي مش عايزينه، عايزين ايه ومش عايزين ايه، والشعب عايز ايه ومش عاوزين ايه، وايه اللي يضمن انه العداله تفضل مستمره وانه ما يبقاش فيه فساد. وده اللي احنا طول الوقت كنا فيه لحد ما افترقنا عند لحظات حصل فيها مجازر بقى، وحصل فيها اشتباكات ما بين الجيش والشعب. وده كانت اكبر غلطه. ولحد دلوقتي انا لما ممكن اقابل اي حد من القيادات بقول لهم اكبر غلطه ان انتوا تواجهوا الجيش بالشعب. انه لما حصل ده مع الشرطه وقعت، الجيش ما كانش مهيئ ان هو يتعامل مع الشعب في الوقت ده. بس طيب قولي لي بقى، يعني بعد كل السنين برضو اللي فاتت دي، شايفه تقييم حكم مبارك ايه؟ هو اللي موصلنا يعني لحد اللحظه دي، هو السبب في كل اللي احنا وصلنا له دلوقتي. طبعا بنشوف ساعات في حاجات في السياسه الخارجيه بنقعد نقول فين ايامك يا مبارك، وفي ناس بتقعد ترجع بالزمن على الاسعار، في ناس بترجع بالزمن على الله ده احنا كنا بنتضرب في المظاهرات بالعصايه وكان بيتقبض علينا وبنتعذب بالكهرباء، دلوقتي بص التعذيب وصل لمراحل عامله ازاي، ده دلوقتي بيتكلم بيتضرب بالرصاص وما بيتبكيش عليه. بس احنا دلوقتي ما عندناش مظاهرات عشان يتضربوا فيها بالرصاص. ما هو مش محدش هيجرؤ اصلا، هم عارفين اللي هينزل هيتضرب بالنار مش هيتضرب بالعصايه. يعني احنا اقصى حاجه انا تعرضت لها وقت مظاهرات في ايام مبارك ان احنا كان بيتزنق علينا، بتعمل علينا حاجه اسمها كماشه وبيقعدوا يضغطونا في بعض، وبعدين لحد ما نفقد النفس خالص ويبتدي ناس مننا يغمى عليها، وبعدين ينزلوا بينا بالعصيان ايام العصيان بتاعه الامن المركزي. الوضع دلوقتي اختلف، محدش يقدر بعد اللي حصل في 2013 حد يقدر يجرؤ ان هو يقدر ينزل. ايوه بس 2013 الموضوع مختلف. بس يعني 2013 احنا بنتكلم على جماعه منظمه مسلحه كانت بتعتدي على المواطنين اصلا. بس اتاخد العاطل بالباطل كله. لا فين العاطل بالباطل دي؟ كانت فين؟ يعني مع اني انا ما كنتش في مصر وما اقدرش اتكلم على الحقبه دي او الوقت ده، انا كنت بتابع من بعيد، بس برضو انه يتقتل كل الناس دي ويتقال على كل الناس دي ان هم ارهابيين، انا في تقديري مش شايفه انه ده حاجه كانت صح. طب وهو مين يثبت لنا اصلا ان كل الناس دي اتقتلت فعلا؟ احنا شفنا مشاهد للاخوان وهم بيدعوا قدام الكاميرات بتاعتهم لناس ماتت، الناس دي لقيناها بعد كده صح. الاطفال اللي بالاكفان وفي الاخر طلعت كلها حاجات معموله بمونتاج. احنا الواقع ده نجيبه منين؟ او يعني يثبت لنا منين ان الناس دي ماتت؟
ما خدي بالك، لاني انا واحده من الناس اللي كانت موجوده في الميدان وتم الاعتداء عليها من الاخوان، وكنا بنشوف ده يعني فيس تو فيس، احنا شفنا وهم بيعتدوا علينا. فالنهارده انا بقى اصدق ازاي روايه وهم كانوا بيعكسوها؟ بس في تقديري يا معفنين يا بتوع الجبنه النستو، دي كانت بتتقال علينا واحنا في قلب الميدان ضدهم. فالنهارده اصدقهم ازاي؟ انا يعني ده سؤال مهم. ما هو احنا مش هنصدقهم، وفي نفس الوقت ما هي دي بقى الازمه الكبيره، ان انت ما بقيتيش في اطراف كتيره قوي انت مش مصدقاها. بس اللي احنا متاكدين منه ان من كل الاطراف في ناس اتظلمت وماتت وارواحها راحت كده بدون مقابل وبدون سبب وبدون هدف وبدون اي حاجه. فالاداره كلها للمشهد، ومين اللي كان بيدير المشهد ومين اللي وصل اللي حصل ده ان هو يوصل بالطريقه دي اصلا، هو اللي يتحاسب. يعني انا هقولك، خلينا نرجع تاني بالزمن لورا قبل ما مرسي يكسب اصلا. احنا كنا من الناس اللي نزلنا وكنا رافضين انه يحصل انتخابات. في الوقت ده كنا عايزين يحصل دستور الاول وبعدين يحصل انتخابات، وتم تخويننا وقتها وتقال لنا انتوا مش عاجبكم حاجه، احنا عايزين البلد تستقر. احنا كنا بنقول احنا لا عايزين ده ولا ده، احنا عايزين الناس تختار، بس يكون في دستور الاول هو اللي بيحكم وهو اللي عامل اطار انه اي حد يقدر يجي يمشي فيه، ما يحركناش في الاتجاه اللي هو عاوزه بمزاجه، ومش كل رئيس هيجي يمسك يغير النظام كله. فاحنا عايزين البلد تستقر، كان هو ده طول الوقت اللي بننادي بيه، عايزين البلد تستقر ازاي؟ انه يحصل دستور الاول قبل الانتخابات. لما ده ما قدرناش ان احنا نوفقه وان هو ده اللي يحصل، ساعتها انسحبنا من المشهد وما انتخبناش حد. احنا قطعنا الوقت ده خالص، يعني انا ومن انتمي اليهم من كل جيلي، احنا انسحبنا من المشهد وقطعنا وقلنا مش هننتخب. حتى انا كنت متصوره في صور من الميدان انا مقاطعه الانتخابات، لا عايزه الاخوان ولا عايزه شفيق، لا عايزه دول ولا عايزه دول. اللي حصل في تقديري برضو، بس المشكله انه الكلام ده ما فيش عليه دلائل، فانا حتى اخاف ان انا اتهم بنشر اخبار كاذبه يعني. بس انا اعتقد انه اللي ادار المشهد في الوقت ده كان قاصد بشكل او باخر ان هو يجيب الاخوان علشان يقضي عليهم للابد، ففتح لهم المجال ان هم يعملوا اللي يعملوه، اتصرف فلوس بقى كتيرة، والدولة خسرت ما خسرته من أرواح الأول ومن فلوس ومن أصول علشان نوصل للي احنا وصلنا له ده في تقديري، والله أعلم التاريخ هيطلعه بعدين. يعني أنا عايزة أقولك إني كحد شاهد على الأحداث ديت، يعني كفيلة أو إن احنا نذكر الحسين أبو ضيف، صحفي كان بينقل ويرصد الأخبار اللي كانت حوالين الإخوان المسلمين. الحسيني معروف عنه إن هو شخص لا بيمشي التوجه ولا شخص كان بيكتب لصالح أهواء حد. حتى الراجل ده حتى لما سافر سينا علشان خاطر يبتدي يرصد الأحداث اللي هناك، فهو لقى إن حماس والدولة الإسلامية بدأت تتأسس من أول ما مرسي قعد على الكرسي. يعني دي شهادات موجودة وموثقة في جريدة الفجر، لو رجعت لها أو أرشفها أو رجعتي الأرشيف الحسيني أو حتى رجعتي الفيلم وثائقي أنا كنت عاملاه عن الحسين أبو ضيف، كان موثق إن الدولة الإسلامية بدأت تتكون في سينا بمجرد ما مرسي قعد على الكرسي. بصي أنا عمري ما هدافع عن حكم الإخوان خالص. اللي انا بتكلم فيه ايه اللي وصل اللي حصل ده كله. وصل انا عندي القابليه، انا شخص يعني عندي قابليه ان انا هعمل ده، فقعدت على الكرسي ما صدقت. انا هقول لك على حاجه، مش الجيش والشرطه كانوا موجودين في نفس حكم الاخوان؟ مين اللي كان بيقمع المظاهرات وقت الاخوان؟ مين اللي ادالهم او فتح عينيهم اللي هو لا اقمعهم وانزل واعمل وهنضربهم لك وهنسجنهم؟ مين؟ فهي الشرطه رجعت امتى؟ لا رجعت في حكمهم. الشرطه الناس اللي رجعت في وقتها، الناس اللي يوم ما كانت بتدخل الاتحاديه كانوا الناس بيخرجوهم زي ما خرجوهم يوم 28. ما كانش بيحصل ضرب زي اللي حصل يوم 28، بس الناس كانت بتطرد الشرطه برضو. عملوا ايه؟
ده بالعكس، ده الناس دخلت لحد قصر الاتحادية. اللي انا بقوله ان هم كلهم في منظومه كامله وفي خطط كامله اتعملت فيهم وفين بعض. فانا لا هدافع عن دول، يعني انا الاخوان يعني طبعا 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 محدش يقدر يقول ان هم يحكموا ولو مره واحده. يعني انا اتكلمت معاهم ونزلت وشفت، طبعا هم نسيج كبير قوي مختلفين وفيهم اطياف. يعني هتتكلمي مع مجموعه منهم بعقليه وهتتكلمي مع مجموعه منهم بعقليه، وشفنا حاجات احنا ما شفناهاش في الميدان منهم، اللي هو انتوا مين؟ بس هم كانوا موجودين، ويمكن كانوا موجودين في السجون وقت طويل قوي بيتعذبوا ومش موجودين، فاللي هم طلعوا مش بني ادمين. يعني واحد زي دكتور مرسي كان في السجن، واحد زي دكتور مرسي الله يرحمه برضه كان يعني ده كان على نيته خالص. انا ما اعرفش هو يعني ده ينفع يحكم مصر؟ ما عندوش مش عارفه، ما عندوش مجال ان هو يحكم اصلا، ما عندوش التولز ان هو يحكم بيها، ما عندوش يعني هو مش فاهم هو ايه اللي بيحصل، وهو اتضحك عليه، هو اتحط في وضع هو مضحوك عليه. فده تحليلي انه اللي وصل المرحله ان هو يحط شفيق والاخوان جنب بعض، هو عارف كويس قوي ان الاخوان هم اللي كانوا هيجوا علشان يظهرهم ويطلعهم من كل اماكن موجوده فيقضي عليهم للابد. الارهاب نفسه، ازاي الارهاب يدخل؟ الاسلحه دي كلها دخلت ازاي؟ ما هو انا عايزه حاكم اللي مسؤول عن ازاي الاسلحه دي دخلت في كل التوقيتات دي كلها بتتبني، وغير الانفاق فين؟ في حاجات كتير قوي احنا ما نعرفهاش، في حاجات كتير قوي انا متاكده انه التاريخ في وقت من الاوقات هيطلع كل الملفات دي كلها. فعشان كده في اطراف كتير قوي الاخوان يتحاسبوا وكل حد شارك بدم يتحاسب، لكن اللي ما شاركش بدم وكان شارك بجهل من غير حتى ما يشارك في دم ولا حتى يشارك بكلمه، مجرد ان هو منتمي للاخوان، ما ينفعش يتحاسب. وعي الناس. لكن ان انت دول عدد ضخم جدا، واي حد دلوقتي بقى بيتكلم اي كلمه يقول لك اصل انت منتمي للاخوان فاحنا نوافق علشان نحمي نفسنا من الاخوان، فاي حد يتقال عليه ان هو اخوان فنوافق بده، برضو ده ظلم مبين. ففي حاجات كتيره قوي محتاجين ان احنا نقعد نشتغل عليها، ان طول ما البلد دي فيها ظلم مش هنعرف نشوف خير. شايفه ان لسه البلد فيها ظلم زي ايام مبارك او ما بعده؟ لسه فيها ظلم كبير جدا كمان، لسه فيها ظلم كبير جدا 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 كمان. وعلشان كده يعني احنا طبعا عارفين ان احنا البلد مصر بتمر بأزمة كبيرة قوي وموجودة في مكان استراتيجي يقول ان احنا مش لازم نتكلم زي زمان، بس في نفس الوقت ما ينفعش نسكت على الظلم ده، وما ينفعش حد يقول استنوا ابدا الظلم ده لحد ما الدنيا تهدى. الدنيا مش هتهدى، احنا الدنيا ولع حوالينا والمفروض نحمي نفسنا، وعلشان نحمي نفسنا لازم نحمي الاول الجبهه الداخليه ونامن الجبهه الداخليه زي ما احنا بنامن الجبهه الخارجيه. ونامن الجبهه الداخليه ازاي؟ ان احنا نرفع الظلم عن كل الناس المظلومه. ازاي يعني ده ممكن يحصل؟ بالعدل، بالعداله، بان احنا نسمع لصوت العدل بشكل صح، بان احنا نعمل قوانين صح، بان احنا نعمل حوار مجتمعي حقيقي مش شكلي. زي يعني لما اتعمل حوار وطني انا كنت واحده من الناس اللي شجعت عليه، ورحنا واتكلمنا وقلنا وقدمنا مشاريع قوانين ما بيتسمعش منها حاجه. لما الناس اللي جوه يتحقق معاهم، يتحقق بس مش يتحبسوا احتياطيا لمده سنين على تهم فضفاضه، نشر اخبار كاذبه، الانضمام لجماعه ارهابيه، مساعده جماعه ارهابيه في تحقيق اهدافها. فين التحقيق اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. لما يتطبق القوانين، لما تبقى فعلا دوله قانون. انا واحده من الناس اللي بتمنى ان هي تكون دوله قانون. انا ممنوعه من السفر من غير ورقه، بقالي من 2012 ممنوعه من السفر، لا عارفه انا ممنوعه ليه ولا عارفه المنع ده هيتشال امتى. يعني انت بتيجي تسافري وتطلعي فيزا وتدخلي المطار بترجعي تاني يعني، ولا بيحصل معاكي ايه؟ جوازاتي يقولوا لي انت ممنوعه من السفر. ممنوعه ليه؟ بتعملي لي كده. بس انت دلوقتي موجوده سواء في الاكاديميه الوطنيه للتدريب او دخلتي الحوار الوطني، فالناس بتشوف ان انت كده تمام يعني متوافق عليكي او مقبوله. ما هو ده بقى اللي يقول لك ان احنا مفيش حاجه واضحه. احنا مش انا اهو كل اللي بيحصل ده انا مش فاهمه هو ايه اللي بيحصل معايا. طب انا مين؟ طب انا الدوله راضيه عني ولا مش راضيه عني؟ طب انا كويسه ولا انا وحشه؟
تتعاملي مع حد جهه معينه في مصر تعاملوا معاكي كويس، جهه تانية تقول لك لا انت خاينه وعميله. ايوه، اللي هو مين اللي بيقول ومين اللي بيحكم ومين اللي بيعمل؟ طب انا ممنوعه من السفر ليه؟ فده اللي انا بتكلم فيه. طب انا اتحقق معايا في وقت من الاوقات؟ لا خالص. هي مره واحده بس بتاعت مجلس العسكري، وتم العفو عني، تم تحقيق، وساعتها انا طلبت بتحقيق بالمقابل علشان يبقى تحقيق حقيقي، وساعتها تم الاعفاء عفو من المجلس العسكري عني. لكن هل الامن الوطني حقق معايا؟ لا. هل المخابرات حققت معايا؟ لا. حد اتعامل معايا يسالني انت خاينه وعميله ولا لا؟ لا. بس انا لما رحت اول مره عرفت ان انا ممنوعه فيها من السفر، ونزلت من الكويت انا وبنتي، رحت ساعتها للنائب العام وبعت عملت كده اللي هو الورق بقى بتاعي، كل اللي انا املكه ايه وفي البنك ايه وكل حاجه انا هو يا جماعه، وعنواني هو، لو عايزين تحققوا معايا حققوا معايا، لو انا مدانه خدوني. قالوا لي هو احنا مستنيينك تجينا؟ احنا عارفين عنك كل حاجه، انت لو مدانه هناخدك من اي مكان ان شاء الله تكوني في اخر الدنيا. طب انا ممنوعه من السفر ليه؟ ما يتصدش، مفيش ردود. النائب العام السابق اخر مره بعت له التماس اتصد عليا بسر للغايه. اللي هو ايه؟ انا الموضوع يخصني انا، ما يخصش البلد، انا ممنوع من السفر ليه؟ فتخيلي دي حاجه بسيطه قوي بالنسبه للناس اللي موجوده في السجون. يمكن ال 25,000 دولار اللي انت خدتيهم من بره هم السبب. والله يا ريت. 25,000 دولار ده مبلغ بسيط ده، بس انا ما خدتش 25,000 دولار. كام؟ انا خدت في جايزه سخروف جايزه 10,000 يورو، واخدتهم من هنا من البنك المركزي بشيك، واتاخد منهم الضرايب من الدوله. وانا هناك بستلم الجايزه كانت موجوده بشكل علني، وكان مدعو الجهات اللي في السفاره المصريه ان هم يكونوا حاضرين، والحقيقه انا ما اعرفش هم حاضرين ولا لا، بس كان بعلم الخارجيه وبعلم السفاره هناك وبعلم كل حاجه. ونزلت اخدت المبلغ من البنك المركزي بعد ما اتخصم منه كل الضرايب والحاجات اللي الدوله بتاخدها. ما اعرفش ساعتها عملوا لهم من 10,000 ل 8,000 حاجه كده، كانوا مبلغ بسيط اتصرفوا على المواصلات وقتها، الوقت ده ما كنتش بشتغل بس. فكانت حاجه بسيطه خالص والدوله عارفاها. اي حاجه تانية يعني موجوده معايا، انا اللي بيصرف عليا دلوقتي جوزي بس كده، لكن الحمد لله ما فيش اي فلوس. فلو في اي فلوس هم اللي يقولوا. طب اسماء الناس محتاره متلخبطه. انت دلوقتي ظهرتي مع الوزير محمود فوزي وزير الشؤون النيابيه الفتره اللي فاتت، وحصل هجوم عليكي كبير جدا، وفي نفس الوقت انت دلوقتي بتتكلمي بصفتك معارضه، ما زلتي معارضه وموجوده في التنسيقيه. طب منين بيودي على فين؟ امال انت بقى بتروحي التنسيقيه ليه؟ خلينا بقى نتكلم على الحقبه الزمنيه الجديده. احنا كده في حقبتين، حقبه ثوره 25 يناير القديمه، وفي حقبه من 2000 ويمكن 2021 مش فاكره السنه قوي. في النص انا اتجوزت وخلفت واتمنعت من السفر، وجالي فتره اكتئاب، واغلب صحابي كلهم في السجن، وبنحاول ان احنا طول الوقت الحريه للمعتقلين، مفيش معتقلين حاضر، هنقول السجناء الراي. بتحاولي طول الوقت ان انت تقولي ما هو اصل انت عارفه، انت اللي عارفاهم وحافظاهم، فانت عارفه ان انت مش خاينه ومش عميله، فالناس دي مش خاينه ومش عميله ومش واخدين جنيه واتظلموا بقالهم سنين جدا في السجن. فتخيلي انا مع الظلم اللي انا تعرضت له، بس انا بره اتجوزت وخلفت، معايا ولد وبنت، ودلوقتي اهو بدرس، دخلت الاكاديميه الوطنيه للتدريب، وبعمل ماستر في الاتصال السياسي، وكل السنين دي كلها في ناس في السجن ما عندهمش حياه اصلا. فانا لما في حصل الحوار الوطني انا فرحت، قلت اخيرا حد هيسمعنا، هنتكلم بقى ونحاول ان احنا نرفع الظلم. فانا طلبت، قلت انا محتاجه اطلع في الحوار الوطني. من الاستجابه ليكي بمنتهى السرعه. وقتها جات لي دعوه، رحت الحوار الوطني، ورحت وشفت كل اطياف المجتمع، كل الناس اللي كانت بتشتم بعضها كلهم، كل اللي بيتهمونا بالعماله والخيانه وبيشتمونا في التلفزيون موجودين وشايفيننا، كلنا قاعدين تحت سقف واحد. وبعدها ابتدت الجلسات، وابتدينا كل حد فينا بيجهز الكلمه بتاعته، وطلعنا واتكلمنا، وقلت دي فرصه كويسه ان الناس تسمعنا، بعيدا بقى عن الخناقات بتاعه الميدان والمشاكل، ان هم كانوا بيشوفونا انت طول الوقت في الميدان لابسه مبهدل وبتتخانقي وبتزعقي وحد مات، وانت في المشرحه وفي يا اما في محكمه، شايفيننا بشكل تاني. نشوف بقى الشكل التاني واحنا بنتكلم ويسمعونا بشكل هادي.
وقدمنا كل الملفات اللي احنا بنتكلم فيها، واتكلمنا وكان صوتنا موجود، واتكلمنا حتى مع الناس اللي جوه كانت بتشتمنا، اللي هو يا جماعه انتوا مين واحنا مين، واكتشفت ان هم عارفين هم بيشتمونا ليه، وان هم مقتنعين احنا مين، ويعني مسالمين الحقيقه. ايوه بس هو مش هم بس اللي بيشتموكوا، الناس كمان بتشتمكوا. الناس بتشتمنا علشان طول الوقت عايزه تخلي الناس تصدق حاجه، سمعيهم الكلام كتير بكل الاساليب. فالتلفزيونات كلها بتتكلم نفس الكلام بشكل مختلف بمذيعين مختلفين. السوشيال ميديا ابتدوا يستغلوا اللي هو نفس الوسيله اللي احنا عملناها للثوره بثوره مضاده، ان هم يشوهوا صور الرموز بتاعتها عشان يشوهوا ويوصلوا في الاخر ان الثوره دي اللي عملها ناس مش الشعب المصري، دول الناس ضحكوا على الشعب المصري. فتمشي يمين تمشي شمال هتلاقي طول ما انت ماشيه بتسمعي وبتشوفي انه الناس دي وحشه. بس احنا لو وحشين، مع انه ما بحبش حتى اقول الكلمه دي عشان في ناس في السجون موجوده ظلم، بس لو وحشين فين التحقيقات وفين الورق اللي يثبت اللي بجد؟ ماشي، انت يمكن ما اتحبستيش لكن في غيرك اتحبس. عشان كده ما بحبش اقول الكلمه دي. لكن كل الورق اللي موجود على النت ان احنا بقى تبع الموساد ومش كل ده كلام فارغ، وموجود باساليب بدائيه كمان، حتى مش هقول لك باي اي. يعني المكالمات اللي اتسجلت اللي انا شفت منها، يعني مثلا ممكن يكونوا عاملين مكالمه لإسعاف فتاح وتلاقي صوتي في النص ظهر على انها إسعاف فتاح، فتعرف ان المكالمه دي مزيفه. انا غالبا مكالمتي اللي طلعت كلها ما فيهاش اي حاجه مقتطعه من سياقها في الاغلب يعني، بس هي ما فيهاش حاجه تديني، بس بتتقدم بشكل يخليها تدينك، بس اللي بيسمعها هيقول انه يعني اسمعها بجد ما فيهاش حاجه تديني خالص. يعني هات لي ملف ياسوكا مثلا ان فيها ايه دني، انا عايزه ملفي فعلا، عايزه اشوفه لمجرد الفضول. هو موجود يعني، واكيد موجود نسخ منه كتير عندهم، والحمد لله ما عنديش حاجه تدني، ولو عايزين تطلعوها للجمهور تطلع، يعني ما فيهاش حاجه مدينه نهائي. علشان كده انت النهارده موجوده زي ما احنا قلنا، انت دخلتي الحوار الوطني، الاكاديميه الوطنيه، ما قلتليش صح التنسيقيه كمان. انا بعد الحوار الوطني وانا لما رجعت، انا كان في جاب بقى ال10 سنين اللي انا كنت قاعداهم، حسيت ان انا فايتني كتير قوي. ساعتها قررت ان انا محتاجه اتعلم، بس مش عايزه ادخل شغل اكاديمي دلوقتي، ان انا مش عايزه الشغل الاكاديمي وان انت تتعلمي حاجه اكاديميه بتبقي متخصصه في حاجه. لا، انا عايزه حاجه شامله كده تعوض لي الفتره اللي انا قعدتها في البيت. قعدت ادور واسال، حتى منهم رحت للتنسيقيه وقلت لهم انتوا بتعملوا برامج تدريبيه لو اقدر ان انا اقدم فيها، قالوا لي اول لما يبقى في برنامج هنكلمك. رحت للاحزاب، محتاجه، عندي شغف ان انا عايزه ارجع تاني، وعايزه صوتي المهزوز ده يرجع تاني. لقيت الاكاديميه الوطنيه للتدريب مقدمه عامله برنامج عن المراه تقود التنفيذيات، وشفت المحاور اللي فيه كانت هايله، محاور في كل حاجه، اداره وسياسه وتسويق وتنفيذي، كل حاجه في الدوله موجوده. عاملين برنامج متكامل شامل، بس ايه بقى اللي هو فوكسنج لمده 10 شهور. قلت بس هو ده اللي انا عاوزاه. وبعدت اسال هل ممكن احنا نقدم عادي؟ قالوا ممكن اي حد يقدم عادي. وفعلا حد من الاكاديميه تواصل معايا، لو عايز تقدمي تعالي قدمي. رحت قدمت ومشيت في كل الخطوات اللي موجوده ودخلت، وكنت سعيده جدا. طب ما في جزء ايجابي اهو. ده كان جزء ايجابي طبعا، والاكاديميه اتعلمت منها كتير قوي قوي. وكنت شايفه اللي هو حتى كان بعض يعني اي حد فيه اي عدم محبه او كراهيه بقى، انه في ناس من جوه هتلاقيهم من احزاب مختلفه كتير قوي، اتجاهات عكس اتجاهاتي. قلت انا ماليش دعوه باي حاجه خالص، انا هركز في الهدف، انا محتاجه اتعلم وبس. 10 شهور هركز فيهم، وخرجت منهم الحمد لله، عوضت، لمولي كل حاجه حاصله. ابتديت تاني ارجع. طبعا في وسط الفتره دي انا اتعرفت على ناس من التنسيقيه، واغلب التنسيقيه اصلا احنا عارفينهم من زمان ان هم كانوا اصدقائنا من الثوره. تعرفت بيهم وبقوا بيدعوني لاي بقى ندوه انترفيو، فاحتكيت بيهم كتير. وبالعكس انا بحترمهم جدا، عندهم رؤيه، وعندهم تعرفي تتكلمي معاهم، يعرفوا يقولوا لك تختلفي حتى. فده كانت حاجه مهمه قوي ان انا اكون معاهم. لكن موجوده في الاكاديميه اتاحت لي ان انا ادخل مدارس العسكريه، اتعرف عليها من جوه واتكلم معاهم، وكنت بتكلم بحريه الحقيقه، ونتكلم في اخطاء الماضي عادي، ونتكلم في كلامنا عادي، وكلهم كانوا بيعترفوا ان انا مش مدانه. وده كانت من الحاجات كمان اللي انا كنت مبسوطه
قدام زمايلي اللي جوه الاكاديميه الوطنيه، انه لما تلاقي حد عسكري وحد قدير يقول لا هي من الناس المحترمه اللي شاركت في الثوره. فكنت مبسوطه وحاسه ان حقي بيرجع لي. وفي الحوار الوطني وجودي فيه كنت حاسه ان انا جزء من حقي بيرجع لي، ان انا موجوده وبتكلم قدام الدوله وبقول رايي، فانا مش عميله ومش خاينه ومش اي حاجه. واي حد كان بيشتمني كنت بروح له قدامه عيني في عينه، انت شتمتني، هل انت اتحققت من الكلام قبل ما يتقال، قبل ما تقوله؟ فكان بيقول ده دوري، فتبقي فاهمه هو عاوز يقول لك ايه. لكن علشان اوصل للجمهور، انا عايزه اقول لك انه اكبر غلطه ارتكبتها ان انا سمعت كلام كل الاصوات اللي قالوا لي اسكتي. كان كل لما تحصل حمله يقولوا لي اسكتي ما تصديش، انت اكبر من كده، انت اكبر من كده، حقك هيجي، التاريخ هيجيب لك حقك. لا، من حق الناس تعرف، الناس اللي وثقت فيكي وسمعتك قبل ثورة يناير كان من حقها ان هي تعرف كل التفاصيل، كان من حقها ان انت تطلعي وتفسري لهم كل الاخطاء او كل الحاجات اللي كانت بتتقال حواليكي عشان الناس تبقى فاهمة. ده كان رأيي، بس للأسف انه كل الناس اللي انا بقدرها وبعزها ويعني ورأيهم فوق راسي كلهم قالوا لي اسكتي. حتى مؤخرا لما اخدت اخر جزء في التدريب وانا اخترت ان انا اتدرب في وزاره الشؤون النيابيه، وقعدت فتره حقيقه، هو كان شهر، يعني هو كان قليل بس كان كافي ان انا اتعلم واتدرب فيه على ايد الوزير محمود فوزي. واتكرمت في الاخر، مش تكريم على دوري، لا خالص، ده يعني شهاده تقديريه ان انا اكتسبت فتره تدريبيه في الوزاره. حصلت ضجه بعدها بشويه، يعني انا نزلت صوره كنت فخوره بيها جدا، وكنت فخوره في فتره التدريب ان انا اتدربت جوه البرلمان على العمل النيابي، واتدربتي على الاتصال السياسي، وشفتي الوزير بيقوم بمهامه ازاي، وشفتي حاجات كتيره قوي احنا بنشوفها من بره، انا شفتها من جوه، كنت سعيده جدا ونشرت واتبسطت وتمام. بعدها بشهرين ولا تقريبا هو شهرين حصلت ضجه عاليه قوي، وهجوم عليه وهجوم عليا، وليه ومش ليه، وبرضه اتقال لي اسكتي وما ترديش، سيبي الهوجه تعدي، عشان دول ناس عندهم اهدافهم. وسكت وانا متضايقه، اللي هو انا عايزه ارد، انا عايزه اطلع واقول انا مين وانا بعمل ايه وانا واللي حصل ده ايه وانا ليه بتهم بالاتهامات دي. يعني كان نفسي اعمل ده، بس كان الناس كلها الافاضل قالوا لي الصح تلتزم الصمت. طبعا من ضمن الحاجات التانية كمان اللي كانت بتثير الضجة ظهوري في السحور او المناسبات الرمضانية بتاعة الاحزاب، وده الناس اللي مش فاهماه ده بيمثل النشاط السياسي في رمضان. دي بتبقى فرصة ان الاحزاب بتعبر عن بعضها، بتعمل نشاط اجتماعي سياسي بيتناقشوا فيه بقى بشكل سياسي واجتماعي موجود، وبينتشروا فيه وبينشروا فيه افكارهم. فانا كانت بتجيلي بقى الدعوة، بما اني رجعت ازهر تاني فكانت بتجيلي الدعوة، فكنت بروح. برضو التواجد كان بالنسبة لي مهم، ان انا اظهر، وانه اي حد عايز يتكلم معايا ويسألني اي سؤال اكون موجودة. ويا جماعة انا اهو، وانا رجعت تاني وانا محتاجة ارد على الاتهامات دي، ومحتاجة اشتغل بقى على اللي جاي واشتغل على نفسي اكتر. فالناس شافت ده بشكل مختلف، اللي هو هي تفكري ان انت تكوني في منصب في الفتره اللي جايه، سواء برلماني او منصب حكومي او غيره، ولو اتعرض عليكي هتوافقي؟ الحقيقه انا كنت اتمنى طبعا ان انا ادخل البرلمان، كان نفسي زي اي حد غيري، وبطبيعه الحال ان انا مهتمه بالعمل السياسي، ومهتمه بان انا اخلي الدنيا تبقى احسن، فده كان هيبقى مناسب جدا من خلال العمل النيابي. بس للأسف القانون الجديد نزل اللي هو زي ما هو بيعيد إنتاج نفس الحاجة. علشان أكون موجودة في وسط قائمة لازم تحالفات موجودة، أو يجيلي تليفون اللي هو لازم تكوني موجودة في القائمة أو لأ. أنا ما جاليش تليفون ده لحد دلوقتي. تحالفات على المستقلين أو على المعارضة محتاجة فلوس كتير قوي احنا ما نملكهاش. انت ممكن تدخلي اي حزب، ومن خلال الحزب تمارسي العمل السياسي وتبقي موجوده في البرلمان. انهي احزاب بقى؟ وانت عشان تدخلي في وسط المعركه دي في الناس اللي في احزاب، يعني معنى كده ان الاحزاب اللي بتعتبر ضمن المعارضه هي نفس الكلام؟ ما هي انت عندك المصري الديمقراطي، عندك الدستور، العدل. ايوه دول ليهم ناسهم، وهو اللي هيدعمهم، ان هم معاهم ميزانيه معينه لمرشحين معينه. فان انا اجي ادق الباب دلوقتي اقول لهم انا عايزه انزل ادخل معاكم في الحزب وانزل الانتخابات، مقابل ايه يعني؟
مفيش المنطق ان انا اقدر اعمل ده. فاحنا في مجموعه من المستقلين موجودين. انا دلوقتي مثلا في امانه الشباب للحركه المدنيه، فينا كتير طبعا نتطلع ان احنا ندخل الانتخابات دي، بس انت بتتكلمي في مبالغ ضخمه جدا جدا جدا. لو هننزل فردي وده نقاش بيطرح حاليا ان احنا ننزل فردي، انا انزل فردي كاسماء بعد سنين طويله مصروف عليها فلوس ضخمه جدا 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 على تشويهي في الشارع المصري، قصاد مستقبل وطن بفلوسه ونفوذه وبلطجيته وناسه، اللي هو انا ما عرفتش انزل اعمل توكيل في الانتخابات الرئاسيه لجميله اسماعيل مثلا، ما قدرتش، منعوني. ولما جيت ابلغ قالوا والله دول حزب الاغلبيه وبيكونوا موجودين مالناش دعوه. اللي هو هتتحركي ازاي؟ وانا شاركت قبل كده من انتخابات 2012 وشفنا الوضع في الشارع على المستوى الفردي عامل ازاي. انت محتاجه تامين عالي جدا عشان تواجه البلطجيه بتوع مستقبل الوطن، بس دول لوحدهم هتعمليها ازاي؟ فعلشان كنا مستنيين ان يكون في قانون، انه يبقى في قوائم نسبيه، ان احنا نقدر نعمل تحالفات بقى مع احزاب ومستقلين يمثلنا وننزل فيها، بس ده طبعا مش موجود. فاديني قاعده. طيب بما اننا اتكلمنا على نظام مبارك وانتي قيمتيه، قيمي بقى نظام الرئيس السيسي دلوقتي. ده صعب قوي. ده مرعب. ده مرعب ان انا اقيمه، اخاف الحقيقه. هقول لك على حاجه، ما بيخوفوش، هم فاتحين لك الباب، قولي. يعني والله اعلم ايه اللي ممكن يحصل. بصي بقى، احنا بقالنا كتير قوي سنين طويله له ما له وعليه ما عليه. وكل يوم يعني انا برضو دي من ضمن الحاجات اللي الناس مش فاهماها، كل شويه بيتقال لنا انتوا مين، انتوا مره معاه ومره ضده ومره احنا بنقيم مواقف. انا لما باجي بقول ان انا معارضه، انا مش معارضه للدوله. يعني حتى كلمه الدوله نفسي الناس تفسرها، انتوا تقصدوا انهي دوله؟ ان كل حد بيتكلم على مصطلح الدوله بيبقى يقصد حاجه، واحنا كنا بنغلط واحنا بنرد على اللي احنا فاهمينه. فالدوله دي هل تعني مصر، جمهورية مصر العربية، ولا تعني النظام القائم، ولا تعني الأجهزة الأمنية، ولا تعني جهاز بعينه، ولا تعني إيه؟ أنا لما بتكلم بقول مصطلح الدولة بقول القيادات عموما أو النظام اللي بيديرها. النظام اللي بيديرها مؤخرا أو كل يوم بيظهر إنه مش حاجة واحدة، ساعات بيبقوا حاجة واحدة وأوقات ما بيبقوش حاجة واحدة. فلما باجي بعارض، أنا بعارض، هفضل طول الوقت بعارض فساد وبعارض ظلم. انا عايزه يبقى في عدل وعداله، وعايزه ما يبقاش في فساد، وعايزه يبقى في نظام واضح عارفين احنا ماشيين فيه ازاي، منهجيه معينه عارفين نمشي من خلالها. لحد ما ده يظهر اقدر اكون مؤيده. فنيجي نتكلم على الملف الخارجي، كان في تصريحات بتبقي ضدها الفتره الاخيره ما شاء الله على وزاره الخارجيه وعلى الرئيس نفسه، خطاباته حقيقه هايله جدا. هتيجي تتكلمي عن العدل في التعامل مع السياسيين والمعارضة السياسية، في منتهى الظلم. فطول الوقت هنتكلم ان احنا محتاجين نطلع المعتقلين السياسيين. طب وانت شفتي ان لجنة العفو الرئاسي ما عملتش وما قدمتش دورها؟ ما قدمتش دورها ان احنا ما فيش منهجية معينة نقدر نوصل لها. هم نفسهم بيقولوا احنا بنحاول نعمل، في عدد كبير جدا من المسجونين خرج، كبيرة من المسجونين مش عارفين برضو بأنهي آلية وبأنهي منهجية. في ناس قضت فترة عقوبتها وما خرجتش، ليه؟ ما تعرفيش. في ناس أو قبل ما تخلص فترة عقوبتها تفاجئي ان هو في اللي بنسميه تدوير، واللي قائمين على الدولة بيتضايقوا من الكلمة دي، ان هم بيتضايقوا من كلمة تدوير ويتضايقوا من كلمة معتقلين. بس الحقيقة احنا تفسيرنا انه ما تدونا تفسير حقيقي. هل الناس دي داخلين ليه؟ ما تدونا تهمة واضحة فيها كده اتهامات واضحة نبقى فاهمينها. ده مش حاصل. هل زي مين يعني؟ في حالات معينة زي محمد عادل، زي علاء عبد الفتاح، زي الناس اللي يعني علاء عبد الفتاح بيتحاكم مش على قضية معينة؟ علاء عبد الفتاح لما اتحاكم اخر محاكمة ليه، يعني هو في التلفزيون بيدوله بيتهموه بشوية حاجات هو قايلها على الفيسبوك او على تويتر، وهو بيتحاكم مثلا ان هو شير خبر انه في واحد بيقول انه في حد مات جوه السجون بس، فاتهم بنشر اخبار كاذبه واتحبس 5 سنين. ما تحققش حتى في اللي تشير له الخبر ده هل حقيقي ولا مش حقيقي. في ناس اتقبض عليها
وما تعرفش هو ايه الاخبار الكاذبه اللي انا نشرتها. عشان كده الواحد طول الوقت خايف. انا طول الوقت حقيقي خايفه تتكلمي اي حاجه حتى لو معاكي دليل ليها انه مفيش تحقيق حقيقي بيحصل، لكن في تنكيل بالسياسيين، وده ده واضح وصريح. هم بقى يتضايقوا او ما يتضايقوش، ده يعني شوفوا الملفات عامله ازاي، وشوفوا انتوا بتعملوا ايه، وشوفوا العفو حتى بتعفوا على مين. يعني في ناس الشروط بتنطبق عليها في شروط العفو، خرجوا لا، وطول الوقت بنقول دي هي جرة قلم، ويعني وهتخلصوا عائلات كبيره جدا من الالم اللي بيحصل ده. في ناس علاء عبد الفتاح والده مات وهو في السجن، ووالدته دلوقتي مضربه عن الطعام بقالها فترات طويله جدا بدون، انت مش فاهمه ايه اللي بيحصل. في ناس بتتاخد اصلا كمان، عايزه اقول لك انهم مش سياسيين وما نعرفش عنهم حاجه، وبنفاجئ ان هم خرجوا. يقول لك مفيش اختفاء قسري، بتتفاجئي انه في ناس اختفت وبتقعد سنين وبعدين تظهر على خلفيه قضيه يبتدوا يتحاكموا عليها من وقت ما ظهروا. فين بقى العدل في ده؟ فده طول الوقت اللي انا بطالب بيه. وانا عملت فيديو قبل كده بيترد على الكلام اللي انت بتقوليه ده، وبيتقال ان لا ما فيش اختفاء قسري، هاتولنا قضيه معينه، لا ده كان كذا، بيطلع بعد كده ان هو كان مسافر، مش عارف كان في برضو في الفتره اللي فاتت واحد هرب مش عارف مع واحده وقالوا ان هو مختفي قسريا وظهر. فكل الردود دي من ناحيه في ملفات والمحامين مقدمينها وعندنا اسامي كتيره جدا، فلما يخرج لك اسم منهم يقول لك لا ده مش مختفي قسري، لا ده ملوش علاقه بالموضوع. يعني هات لي الملفات كلها فسرها لي، ما تطلعليش حاجه مخالفه للي احنا بنعمله وتقول لي لا ما تبوظ لي بقى كل الملفات دي كلها. ده مش حقيقي. طب احنا بنجيب لك اسامي حقق فيهم، حد مثلا زي محمد عادل، حد زي اللي لسه محبوسين احتياطيا لحد اللحظه دي بيتحاكموا، مفيش تحقيق اصلا. حد زي اللي هم نزلوا في قضيه فلسطين، الرئيس قال دعوه انه الناس تنزل علشان لا للتهجير، ونزلوا في مجموعه اتقبض عليهم من وسطينا. دول اللي عملوا شغف في الميدان، المفروض ما عملوش شغف في الميدان. انا كنت موجوده الوقت ده، انا كنت موجوده معاهم من مصطفى محمود لحد كل المسيرات دي كلها، وفي ناس اتقبض عليهم من البيت بعد المظاهره خالص. طب ايه الاسباب؟ يعني ايه اللي بيتقال؟ ما هو احنا ده اللي احنا عايزين نعرفه. احنا ما بيتقالناش حاجه، اهاليهم ما بيتقالهمش حاجه، هم نفسهم ما يعرفوش حاجه. طب تفتكر ان الرئيس مثلا السيسي عارف بالمعلومات دي، ولا ده برضو تصرفات فرديه من بعض الناس في الاجهزه الامنيه؟ يعني ما عنديش معلومه، بس انا طول الوقت بفترض ان هو ما يعرفش، طول الوقت بفترض ان هو الملفات اللي بتجيله غلط، طول الوقت بفترض انه التحقيق يعني في حاجات معلومات بتجيله مغلوطه، طول الوقت بقول حاول تسمعنا. يعني يمكن اي مكان بكون موجوده فيه بيبقى عندي امل يمكن اقابله واقول له ما تسمعنا، اسمع صوتنا، اسمع، يعني انتوا ظالميننا، في ظلم واقع، ما تحاولش ان انت يعني تسكت عنه اكتر من كده، حاول تشوف ايه اللي بيحصل. انه فيه، وده اللي واضح حتى مش بس في تقدير او في تقدير غيري، ده اللي واضح جدا انه في تنكيل وفي طار بايت من ما بين كل اللي شاركوا في ثوره 25 يناير ان هم يفضلوا مأذيين بشكل او باخر. ولما بيظهر ده، يعني انا لما ابتديت اظهر، ما هو ده مضايق ناس تانية. ايوه، ما هو هنا بيقول لك مضايقنا في ايه؟ طب ما احنا اللي فاتحين لك الباب، لكن الناس هي اللي متضايقه، فده الرد اللي بيترد على حسب مين احنا. وعشان كده بقول لك انه مش كل الدوله ساعات ما بتبقاش كل اللي فيها او القائمين عليها ماشيين في اتجاه واحد. ممكن تلاقي جهه ما ماشيه في اتجاه، يعني ان دي ممكن تبقى تصرفات فرديه اصلا. اقول لك حاجه، الحوار الوطني مثلا، الحوار الوطني كان فيه جهة ما عندها استعداد ان هي تعمل انفتاح سياسي وتنفتح على الاصوات، وان هي بالعكس ان احنا نحتضن الاصوات المعارضة ونسمع هم عايزين ايه ويبقى في حوار. في جهة تانية بتقولك لا، ليه اصلا نطلعهم للكلام تاني وليه نطلعهم للنور تاني، ما نقبض عليهم او نسكتهم بشكل او باخر. فمش دايما بيبقوا على وفاق مع بعض. فلما انا ابقى ظاهرة في مكان ما مش دايما بيبقى كله راضي. في ناس بتشوفها اللي هو بلاش نعمل ده، انا بشوفها ان هي فرصه. بالعكس، لما لو حد شخص او جهه او ايا كان مين اللي بيفتح الباب لاشخاص زي ان هم يظهروا تاني، بالعكس دي فرصه، وفرصه ان احنا نظهر. يمكن
الرئيس نفسه يسمعنا ويشوفنا في وقت من الاوقات ويعرف ما هو انا منتميه لنفس الناس اللي في السجون دي، يعني انا جزء ما مش مختلف عنهم خالص، فبحس ان انا بعبر عنهم. فلما ابقى موجوده في مكان زي ما سمعتوني اسمعوهم، انتوا لما سمعتوني خسرتوا ايه؟ انا دايما بتمنى انه الرئيس يسمعنا على امل انه يكون مقتنع انه الملفات اللي عنده دي حقيقيه، ويكتشف ان هي مش حقيقيه، انه يكتشف انه الناس اللي في السجون دي، الشباب دول ولاده اللي هو شافهم، واللي انا كنت واحده منهم، شفناه ايام ما كان في المجلس العسكري وقال لنا انتوا شباب عظيمه وقمتوا بدور عظيم. هو نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لنا الجمله دي. وفي ناس بتقول ده كان بيحاول يضحك عليكم علشان يسكتكم، انا مش مقتنعه بالكلام ده خالص. هو شافنا واتكلم معانا وشافنا احنا مطالبنا ايه، وكان شاهد على اننا ما كناش طالبين سلطه ومش طالبين اي حاجه خالص، وقلنا له اعتبرنا جنود عندكم، المهم ان مصر دي تبقى بخير وتقوم بشكل مؤسسي حقيقي. ولما انا دخلت الاكاديميه الوطنيه للتدريب بالمناسبه، التدريب بتاعها دايما بيتكلم عن الدوله المؤسسيه، بيتكلم عن المبادئ اللي احنا بنطلبها اصلا. والاكاديميه الوطنيه للتدريب دي اكاديميه تابعه للرئاسه، فاحنا مش مختلفين. يعني الرئيس عاوز ايه؟ عاوز بلد حقيقيه، دايما طول الوقت بيقول، وهو بيعمل ده بالمناسبه. هو عاوز صفوف تانية، هو مش عاوز تبقى نفس مشاكل نظام مبارك، اللي هو عاوز صف تاني وتالت ورابع يبقوا جاهزين في اي وقت هم اللي يقودوا المرحله، وعاوز يدرب، وبيهتم جدا بالحاجات الجديده وبالبرمجه وبالذكاء الاصطناعي. في خطاباته بحس ان انت مهتم قوي ان انت تربي اجيال فاهمه وواعيه، واحنا اجيال فاهمه وواعيه. فالوعي ده اكيد مش هيضايقك، بس انا في حاجه مغلوطه في النص. هل احنا لما بنيجي بنعرض نظام، هل احنا عايزين نهد البلد؟ احنا مش عايزين نهد البلد خالص، بدليل انه ازعم انه اغلبنا دلوقتي بنقول انه احنا في فتره مهمه جدا وحساسه جدا في البلد، فمحدش فينا عاوز يعمل حاجه خالص، حتى لو الموضوع مفتوح. مش عاوزين ان احنا نكون في ظهر او سكينه في ظهر البلد اي حد يستخدمها. بالعكس، احنا طول الوقت ملتزمين بان احنا في ضبط النفس، وبنشوف نقدر نطلب ايه وامتى ونتكلم في ايه وامتى. وطول الوقت حتى لما قال انه لا للتهجير، نزلنا كلنا معاه وبنقول له احنا وراك يا ريس وفي ظهرك يا ريس ضد اي حاجه ممكن تحصل خارجيه. فده اكبر دليل ان احنا ناس وطنيه وبنحب بلدها جدا. بس في ملفات داخليه محتاجين ان احنا نتناقش فيها، ومش عيب ابدا. يعني حاجه مثلا زي في ملفات بتطرح، ملفات الاقتصاديه، الاعباء الاقتصاديه على موجوده على الناس، ان احنا مختلفين في ملف الاولويات، احنا شايفين اولويات مختلفه، مجرد ان احنا نطرح راينا فيها. هل ده غلط؟ هل ده الرئيس ممكن يكون شايفه خطر على البلد؟ لما تيجي تتكلمي على الحريات وتتكلمي ان انت ترفعي الظلم على الناس والمعتقلين اللي جوه، هل ده ظلم خطر على البلد؟ اكيد لا. وبنتكلم بيه بشكل هادي وعقلاني، وعندنا انفتاح ان احنا نتكلم مع اي حد. فطول الوقت بنقول يعني لو الرئيس نفسه يقدر ان هو يقعد معانا زي ما قعد قبل كده في وقت من الاوقات، وقعد حتى مع شباب التنسيقيه في وقت من الاوقات وعمل نظام محاكاه واتكلم معاهم وشافهم، اسمع للمعارضه اللي بيتقال عليهم عملاء وخونه، علشان هتشوف وهتفاجئ ان هم لا عملاء ولا خونه، وبالعكس احنا ماشيين في نفس الصف وماشيين. انت اهدافك هي نفس اهدافنا، ان احنا نقوم بالبلد ونحميها وتبقى اعظم بلد في الدنيا زي ما عهدناها. تمام اسماء، يعني بصراحه الحوار شيق وانا مش عايزاه ينتهي، ولكن احنا مضطرين علشان الوقت ان احنا ننهي الحوار. ولكن قبل ان ننهي احنا محتاجين ان انا اقول لك اسم في اقل من ثواني تقول لنا انت شايفاه ازاي. تمام. اوكي. وائل غنيم. وائل غنيم شخص كان شاب عبقري وعظيم، بس اتظلم وفقد البوصلة في شكل او باخر، وبيحاول طول الوقت جاهدا ان هو يرجع للطريق تاني. فاتمنى ان هو طول الوقت ربنا ينور بصيرته. احمد دومة. احمد دومة شخص ثائر مرعوب عليه طول الوقت من الغضب، وان هو يعني ما بين ان انا معاه ملخبطني، انا معاك يا دوما، وفي نفس الوقت بقول له اهدى شويه، ولما بيقول حاجه ببقى بسقف وراه ونفسي اهتف وراه، وفي نفس الوقت ببقى خايفه. فهو ربنا يحفظه ويحميه. احمد ماهر.
احمد ماهر يعني رفيق 6 ابريل، ربنا يحفظه واشوفه حاجه كبيره كده ان شاء الله. اسراء عبد الفتاح. اسراء عبد الفتاح مبسوطه ان هي قدرت ان هي تلاقي طريقها وعملت موقع كبير وبتضم ناس كبيره قوي ونخبه كبيره، فبجد يعني بشجعها جدا على اللي هي بتعمله. حمدين صباحي. حمدين صباحي يعني اوقات بختلف معاه واوقات لا، بس بنفضل رفقاء نضال واحد. البرادعي. البرادعي كان وقت من الاوقات يعني بوصله كبيره لينا، وكنا يعني متفقين في نفس الراي، بس هو اتفهم غلط ولحد دلوقتي بيتفهم غلط. بس لا، هو برضو يعني ليه طريقه اللي محدش فاهمه، فانا اتمنى ان هو يظهر تاني ويرجع يتكلم تاني، انه في ناس كتير قوي محتاجه ان هو يتكلم. دكتور مصطفى مدبولي. دكتور مصطفى مدبولي انا بحب خطاباته جدا الحقيقه، بس بحس ان هو محتاج يتكلم اكتر او يشوف اكتر، انه يقول انه الادوات مش متاحه بالشكل الكافي ويكون صريح مع الناس. بس بالعكس يعني في حاجات هو عملها الفتره اللي فاتت انا كنت سعيده بيها جدا، زي مؤتمر بتاع رجال الاعمال، ان هو يسمع منهم. اتمنى انه ده يبقى نهج يكمل فيه وينفتح على مجالات مختلفه ويسمع للناس بجد ويبقى على الهوا. دي كانت حاجه عظيمه جدا حصلت، ويسمع وينفذ. بس المستشار محمود فوزي بعد الصورة اللي حصلت وبعد الضجة واللي حصل له بسبب صورتك، ربنا يكون في عونه، وبعتذر له الحقيقه ان هو اتحط في الموقف ده. انا اتعلمت منه كتير قوي في الشهر، هو كانت فتره قليله بس اتعلمت منه كتير. شفته ازاي بيتكلم يعني بلسان الدوله، وبيحاول ان هو يؤدي دور الحكومه. طبعا بيقابل هجوم كتيره جدا بعيدا عننا. ربنا يكون في عونه ان هو بيحمل ملفات كتيره قوي قوي لوحده. يعني انا دايما بشبهه بقول له انت موجود زي رئيس الوزراء، معاك نفس الملفات طول الوقت، موجود في البرلمان، وربنا يكون في عونه. انا عندي طلب بس ليه، انه الاتصال السياسي يكون شامل كل الاطياف اللي في المجتمع، ما يبقاش منتقين، يعني اسمع للمعارضه اكتر. شكرا ليكي يا اسماء، استمتعنا بالحوار معاكي، ويمكن نكون وضحنا بعض الامور اللي كانت مختلطه او بتتشاب بشكل معين، واتمنى ان الناس تكون يعني هتقدر تقيم التجربه بنفسها. شكرا ليكي. شكرا ليكي يا اسماء. شكرا ليكم، ونشوفكم في حلقه جديده من قعده سياسه على منصتنا 5 سياسه.